أهلا بكم في جولتنا اليومية عبر صحف العالم، والتي نخصصها ككل يوم جمعة للصحف المغاربية. ومع اليوم روعة كلاسين. أهلا بك روعة. أهلا وسهلا. روعة، اليوم الجمعة هو المهلة الأخيرة للعريض علي العريض لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، والصحف التونسية تتساءل عما إذا سينجح في مهمته. ولوتون التونسية تتساءل أيضا في صفحتها الأولى اليوم عما إذا كان تجميد عمل رابطة حماية الثورة والذي أعلنت عنه الحكومة هذا الأسبوع هو المفتاح للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة. الوزارات السيادية لا تزال موضع خلاف على الرغم من محاولة العريض تسليمها لمحايدين، لكن ماذا يمكن القول عن هذه الحكومة الجديدة عندما يستقيل أكثر الأسماء محايدة عبد الكريم الزبيدي والذي طرح اسمه لتسلم وزارة الدفاع؟ تسأل لوتون. لكن روعة، الزبيدي قال أمس إنه من الممكن أن يتراجع عن استقالته، في حين انسحبت حركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة من المشاورات الحكومية. نعم، والتكتل وغيرها من الأحزاب المعارضة لم تؤكد بعد مشاركتها في الحكومة، والتي حتى الآن تبدو منحصرة بتحالف الترويكا الحاكمة. ولذلك جاء غلاف عدد يومية المغرب اليوم بسؤال: بعد أشهر من المخاض العقيم، الترويكا تعوض الترويكا مع تركيب لصورة بن جعفر يصافح نفسه والمرزوق كذلك، والجبالي يصافح العريض. وبالحديث عن الجبال روعة ننتقل إلى الشروق التونسية التي تحدثنا عن السيناريوهات المحتملة لمستقبل رئيس الوزراء المستقيل. نعم، مستقبل يتراوح رفيق بين تأسيسه لحزب جديد، الأمر الذي نفاه تماما، وبين ترشيحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة. في مقال تحليلي ترى الشروق أن النهضة تدرك الآن أن مبادرة الجبال بالاستقالة أنقذت الحركة، وإن اعترضت في البداية على موقف رئيس الوزراء. وتنقل الشروق عن قياديين في النهضة ثقتهم بأن الحركة سترشح الجبالي لرئاسة الجمهورية، إذ أثبت أنه صاحب رؤية وبراغماتية تحتاجها كل من تونس والنهضة سواسية. وفيما يخص النهضة، كاد موقع المصدر الإخباري هذا الأسبوع أن الحركة صرفت تعويضات هامة لسجنائها السياسيين الذين اعتقلوا أيام حكم زين العابدين بن علي. تعويضات يقول المصدر تراوحت قيمتها بين 300 دولار و3000 دولار للسجين الواحد، بحسب ما نقله الموقع عن عضو في النهضة. وزارة حقوق الإنسان من جهتها نفت أن تكون الحكومة هي التي دفعت هذه المبالغ، مؤكدة أن الوزارة لا تزال في صدد وضع لائحة المعتقلين السياسيين لتحديد التعويضات، والتي لن تصرف من ميزانية الدولة بل من الهبة القطرية لتونس، والتي تفوق قيمتها رفيق 18 مليار دولار. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى الجزائر، حيث أعلن رئيس الوزراء عبد الملك سلال بداية الأسبوع أن حكومته ستراجع الدستور وستخضع التعديلات لاستفتاء شعبي. ماذا كتبت الصحف الجزائرية روعة؟ حد الحازم تكتب في تحية نعم. الفجر يوم الأربعاء، تقول إن الغريب أنه لم يحدد الموعد ولا ما سيحمله الدستور الجديد من تعديلات. وتتابع الحازم قائلة إنها كانت تتمنى لو أعلن الوزير الأول عن برنامج لنقاش الدستور الجديد، على النقاش يكون مناسبة لطرح بعض الأفكار العالقة منذ زمن، إما لأسباب أمنية وإما تطبيقا لسياسة الإقصاء في زمن الحزب الواحد. وتخدم حد الحازم داعية رئيس الوزراء إلى فتح النقاش حول الدستور كي تكف الجزائر عن سياسة سد الثغرات المتبعة منذ سنوات دون معالجة حقيقية للمشاكل. ونبقى في الجزائر روعة مع يومية الخبر، والتي خصصت منشات اليوم العالمي للمرأة ولنساء البرلمان بالتحديد. نعم، تحت عنوان نواعم تحت قبة البرلمان ببركة قانون الكوتا، والذي خصص 30% من مقاعد مجلس الأمة للنساء. تحدثنا الخبر عن هذه النساء اللواتي يلقبن بالحفافات، أي عاملات النظافة، فبعضهن ذوات مستوى تعليمي محدود زجت بهن الأحزاب على قوائم الترشيح لمجرد احترام الكوتا. لكن نساء البرلمان ينددن بهذا اللقب إذ يرون فيه تعميما خاطئا من جهة، ومن جهة أخرى احتقارا لغير المتعلمات اللواتي وصلن فعلا إلى البرلمان لكنهن يشكلن جزءا من المجتمع، ومجلس الأمة يجب أن يضم كافة الشرائح الاجتماعية، تذكر هؤلاء النساء. روعة، الأسوار إيكو المغربية خصصت ملحقا اليوم ليوم المرأة العالمي
اتسم باللون الزهري. نعم، افتتاحية هذا الملحق تقول بأن هذا اليوم بات مناسبة للون الزهري وللحلوى وللعروض المجانية، لكن بعد أكثر من 40 عاما من إعلان 8 مارس يوما عالميا للمرأة لم تعد قضية المرأة بحاجة لدعاية، لكنها بأمس الحاجة للتطبيق، فالكل بات ينادي بالقضية ويرفع شعاراتها، لكن بعد انقضاء 8 مارس نعود إلى مجتمعات لا تنصف النساء دائما وفق افتتاحية الأسوار. ونختم مع شان الليبية روعة، حيث تعرض رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف لمحاولة اغتيال ثانية. نعم، سيارة المقريف تعرضت يوم الأربعاء لإطلاق نار كثيف فور خروجه من البرلمان. أمن البرلمان بات مشكلة أساسية في ليبيا، تقول يومية أوسان، فنهار الثلاثاء حوصر مقر المؤتمر الوطني من قبل شبان طالبوا النواب بالتصويت على قانون العزل السياسي، والذي يقضي بعزل كل من تسلم مناصب قيادية في عهد القذافي. قانون ترى فيه الوطن الليبي ضرورة للحفاظ على مكتسبات الثورة، وإن كان يقصي العديد من الرجالات هم حملوا الثورة. وكاريكاتير يومية أوسان يسخر ويكتب قانون العزق السياسي، والعزق هو القلع بعبارة أخرى. ونرى منطادا يرمى منه المقريف وزيدان وجبريل، والذين كانوا في مراكز مختلفة من الحكم في عهد القذافي. شكرا جزيلا لك روعة كراسينا، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا.